اللاعب مهند علي نجم الكرة العراقية، وعلى ما يبدو بدأ يربط اسم مهند علي بكل من يوفنتوس أو حتى نابولي، على ما يبدو في صراع عليه. هل نعم هذا الخبر صحيح، وأنه في تداول اليوم لترتيب عقد مع نادي يوفنتوس لميمي لمهند علي، والحقيقة بداية جيدة بالنسبة للفريق لمهند علي، لأنه حقيقة من يبدي مع الفرق الإيطالية يعني راح تكون عنده خبرة وعنده أيضا بناء وتكوين حقيقي صحيح. يحتاج اللاعب المهاجم الاحتكاك. احنا مشكلة اللاعب العربي انه مساحة الاحتكاك والمنافسة مالته قليلة. من نجي نلعب مع الفرق العالمية في بطولات عالمية ننصدم، يصبح الفارق واضح. نعم. إلى أي مدى ساهمت هذه البطولة في طرح اسم مهند مع يوفنتوس مع نابولي برأيك؟ هل كانت هناك متابعات سابقة لهذا اللاعب قبل بداية كأس آسيا، أم أن هذه البطولة هي من حسمت أمر التفاوض معه؟ أبدا ما كان يعني منظور بالنسبة لمهند علي إلا على المستوى المحلي يعني. أما بالنسبة للمستوى العربي والعالمي فالحقيقة ما كان وجدت عروض كثيرة لمهند. المهم أنه يختار الصح، يختار المكان اللي يوديه إلى أبعد نقطة. في تجربة أخرى كذلك علي عدنان بالدوري الإيطالي كذلك. نعم في تجربة علي عدنان حقيقة، رغم أنه تذبذب المستوى أو يعني في بعض المراحل أنه كان يلعب أساسي بعدين احتياط، لكن أيضا هو وجوده في الدوري الإيطالي كان إلى مفخرة بالنسبة للكرة العراقية وبداية جيدة.